بعيدا عن كرة القدم والصراع الكبير جدا الموجود اللي بنشوفه دايما او يوميا على السوشيال ميديا ما بين صراع الأندية الكبير، وبعيدا كمان عن شكل كرة القدم والفيفا ديت والمنتخب المصري وحسام حسن ومين يجي ومين ما يجيش ومين يكسب ومين ما يكسبش. لازم نتكلم بره الصندوق او نفكر بره الصندوق شوية بالنسبة للدولة، لصالح الدولة المصرية. احنا نظمنا بطولات قارية كتيرة جدا، اذا كان كأس العالم لليد، كأس أفريقية للسلة، كأس أفريقية لكرة القدم شباب وكبار، كأس أفريقية بالنسبة لليد، ونجحنا. ودولة قادرة على التنظيم، قادرة كمان إن هي تعمل حاجة خارج نطاق المألوف، لأن احنا فعلا دولة عندها قدرات وعندها إمكانيات عالية جدا. إنما أنا في أوقات كتيرة جدا ببص على الدولة وكم من المليارات أنفقتها على كرة القدم واتخذت من هيكلة الدولة نفسها، أو من موارد الدولة. مش مفروض. انما لما نيجي نتكلم على بره الصندوق فعلا لحاجه للرياضه اللي تدخل مليارات، اللي تساعد الدوله، وبدل ما نصرف عليها هي تصرف وتكون مورد جيد جدا كل سنه، مش بطوله كل 4 سنين ولا كل 3 سنين ولا كل سنتين. هنتكلم على حلبة فورمولا 1. حلبة فورمولا 1 مصر عندها كل الامكانيات. مصر عندها بحرين، مصر عندها شرم الشيخ، مصر عندها الغردقه، مصر عندها الاقصر واسوان يتعمل عليهم حلبة فورمولا 1 العالم كله يتكلم عليها. مصر عندها سفح الهرم. الهرم، عارفين يعني ايه الاهرامات؟ يعني زمان كنا بنقابل ناس اوروبيين كانوا يقول لك انا امنيه حياتي اشوف الهرم. بالك بنتكلم على تاريخ كبير ممكن يتعمل ايه على حلبة فورمولا 1. احنا مش اقل من دول الجوار. ده ممكن يدخلك مليارات المليارات. ولكن وزير الرياضة طالما بيفكر في كرة القدم، بيفكر في تعيين حسام أو إقالة كروش أو تعيين رو فيتوريا، وكرة القدم فقط تغيير بعيد عن الرياضة أو اللعبات الفردية، وإيه كلها بالصدفة، يبقى الموضوع مش هيتم بالشكل المطلوب اللي هو المفروض نساعد فيه الدولة المصرية. أنا بتكلم بقول لمصلحة الدولة، دي حاجة تتحط في السي في بتاعه، حاجة تتحط في التاريخ بتاعه إن هو عمل حلبة فورمولا 1 في مصر. إحنا مش أقل من البحرين يا جماعة المنامة، ولا اقل من ابو ظبي، ولا اقل من جده اللي عملوا حلبه. وفي الوقت الحالي كل سنه بتدخلهم مليارات المليارات ما بين سبونسر، ما بين مشاهده، ما بين بث تلفزيون، ما بين امور كتير جدا. حتى ناس السياحه اللي بتخش البلدان ديت اذا كان منامه وابو ظبي وجده. مصر مش اقل. القاهره بصفح الهرم عندنا رجال اعمال كتيره جدا. نجيب ساويرس المفروض يعني حاجه يفكر فيها، حاجه يشتغل فيها، لان هو طبعا راجل مالي، راجل اعمال كبير جدا وقادر ان هو ممكن يعمل حاجه زي ديت يدخل فيها مليارات للدوله المصريه، وكمان هتدخل له فلوس. وبالتالي المفروض ان الوزير بدل ما صالح اهلي على زمالك ونحاول نجيب حسام ونرجع روي ونمشي كارلوس كروش، ومشغول قوي بكرة القدم اللي هي انهكت الدولة في الموارد وخدت من الدولة فلوس كتيرة جدا. كل الأندية المصرية بلا استثناء المفروض على الأقل يشتغل لحاجة تدخل موارد للدولة، تدخل عملة صعبة للدولة. ايه هي؟ حلبة فورمولا 1 تتعمل على سفح الهرم او تتعمل في اي مدينة من اللي قلتها. اعتقد لو اتعملت بتوافق مع وزارة الاستثمار، وزارة السياحة، ووزارة الرياضة، الثلاث وزارات مع رجال الأعمال المصريين، لو قدمنا ملف ومشروع للفورمولا 1 صدقوني هتدخل لنا مليارات مليارات سنويا. ما بتكلمش على بطولة أساسا. لما بنيجي نعمل كأس أفريقية احنا بنصرف عليها بس، ما بنكسبش من وراها حاجة خالص. وأنا أتحدى إذا كان حد بيكسب من وراها لا تيكت ولا بس ولا نقل ولا أي شيء. انما الفورمولا 1 بطوله من تراث خاص، بطوله او حلبه او بطوله بتتلعب سنويا في كل مكان في العالم. مصر مش اقل من دول العالم. وبالتالي اتمنى من الوزير واتمنى من الناس اللي موجودين والقائمين على الرياضه والاستثمار والسياحه وحتى رجال الاعمال ان هم يفكروا كويس جدا جدا، يعملوا حلبه تدير او تدخل مليارات المليارات من الدولارات او من العملات الصعبه بالنسبه للرياضه المصريه. تحياتي، واتمنى ان الوزير ياخد باله.